تجري أحداث قصتنا هذه في منطقة من العالم بعيدة وساحرة وجميلة، حيث لم تمتد بعد يد الإنسان لتقطع أشجارها أو ترمي النفايات في بحارها. مجموعة جزر صغيرة في المحيط الهادي، أهلها طيبون ما زالوا على الفطرة، هواؤها نقي لم يلوثه دخان المصانع، مياه بحرها صافية كأنه أول يوم من عمرها. أما النباتات والأشجار فهي تغطي كل شبر من هذه الجزيرة. كل هذه الأشياء هي التي جلبت أبطال قصتنا إلى هذا المكان. أنا أدعى رامي. منذ أن أتيت للعيش في هذه الجزيرة كنت صديقا لجميع الحيوانات ولا سيما البحرية منها، فدان الدولفينان هما صديقاي المفضلان، وقد أطلقت عليهما اسمين جميلين، زارا ودارا. انتقلت للعيش هنا مع والدي منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت عاملنا سكان هذه الجزيرة الطيبون وكأننا منهم. عشنا كما يعيشون وتطبعنا بطباعهم وأكلنا من طعامهم واعتدنا عليه. أهلا يا طبيب، دعنا نتناول شراب جوز الهند. هل عرفتم الآن ما هو الشراب الذي لم يعجب أبي؟ إنه عصير جوز الهند، لكنه لم يكن يستطيع رفض دعوة زعيم القبيلة، فسكان هذه الجزيرة يعتبرون رفض أي دعوة إهانة لهم. تفضل. والدي أيضا كان لطيفا جدا مع سكان هذه الجزيرة، وهم بدورهم أحبوه جدا وباتوا يجلسونه في مجالسهم وكأنه واحد منهم. دكتور نبيل، هل لديك دواء لأمي؟ أرجوك. ها؟ ما بها أمك؟ مما تشكو؟ تعاني من آلام مبرحة في الرأس ولا تنام الليل. لا تقلق، سأحضر لها الدواء. لحظات. لا يتمكن المرء من مواصلة حياته إلا إذا اعتمد على نفسه اعتمادا كاملا. هذه هي إحدى الأمور التي علمني إياها والدي بعدما جئنا إلى هذه الجزيرة، حيث كان يقول لي: عليك أن تعرف أن هذه هي الضريبة التي سندفعها لقاء عيشنا. والدي، ماذا؟ نسيت أن أخبركم أن الجزيرة التي نعيش فيها تدعى جزيرة بورا، وهي تعني بلغة سكانها جزيرة الدلافين، حيث تكثر الدلافين هنا، وجميعنا يعلم أن الدلافين حيوانات بحرية مسالمة، وهي صديقة للإنسان، تلعب معه وتنقذه إن وقع في المآزق، وهي لا تستمر بالعيش في مكان إلا إذا شعرت بالأمان فيه. حلم مزعج، في كل مرة أرى الكابوس نفسه. صباح الخير.
هل ما زلت نائما يا أبي؟ هيا استيقظ. أما زلت مريضا؟ أبي هيا استيقظ. لم تشرب عصير جوز الهند مع علمك أنك حساس تجاهه؟ حان الآن وقت النزهة الصباحية. ماذا؟ لقد التهماها كلها. لقد شفيت. لن أجاملهم مرة ثانية. هيا تناول طعامك بسرعة. كيف هي صحتك الآن يا أبي؟ كنت ضعيفا أمام كرمهم ولا أجرؤ على رفض مشاركتهم الطعام. ما الحل؟ ها؟ من الكبير فينا؟ ما رأيك أن أذهب لإحضارك بالعربة كلما اضطررت لشرب عصير جوز الهند؟ أليس حلا مناسبا؟ رامي أنت تمزح. رامي لم تخبرني بعد. ما هي مشاريعك اليوم؟ ألن تذهب لإطعام صديقيك زارا ودارا؟ أطعمتهما وانتهى الأمر. لكن الساعة ما زالت 7:30. منذ متى استيقظت يا بني؟ منذ ساعتين. أنت من علمني الاستيقاظ باكرا. كنت تقول لي دائما إن علينا استثمار اليوم من أوله. هل نسيت؟ نعم، ولكن ليس إذا كنت مريضا بسبب إرغامك على عشاء محلي دسم. طائرة العم زهير. هذه هي جزيرة الدلافين التي طالما كنتم تتشوقون لزيارتها يا سيد سمير. رائعة، انظر، إن مياه بحرها من أنقى المياه في العالم. انظر، يمكنك أن ترى الكائنات البحرية من خلالها. لو وصل الصيادون المحترفون إلى هنا لما تركوا هذه الكائنات الجميلة تعيش في أمان، ولكن الحمد لله أنهم بعيدون عنا جدا. والآن سأخذكم في جولة فوق اليابسة. هذا منزل صديقي الدكتور نبيل وابنه رامي. إنه يقيم هنا منذ عدة سنوات. ما رأيكم ببعض الألعاب البهلوانية فوق منزل صديقي؟ انزلاقة موفقة. هل نتابع جولتنا يا سادة؟ هيا بنا. هيا يا بوبي، إلى اللقاء. سلامة. لا يا بوبي، لا، أنت ستبقى هنا. كان ركوب الدراجة المائية إحدى متع حياتي، وهي كثيرة بالتأكيد. مياه صافية أرى من خلالها أعماق البحار. حيوانات مائية جميلة ونادرة تتلاعب من حولي. لو أن مثل هذه الفرصة أتيحت لأحدكم لعرف المتعة التي يجنيها الإنسان حينما يستمتع بنعم تحيط به. أحسنتي. تارا، إلى أين تأخذانني؟ لابد أن هناك أمرا ما سأتبعهما. ما هذا الحيوان الغريب؟ حسنا، كما تريدان، سأقترب منه. استيقظ. كانت هذه هي المرة الأولى التي التقيت فيها صديقي الجديد.
لم أكن أتصور أنه بدخوله إلى حياتي سيقلبها رأسا على عقب. ما به رامي يركض مسرعا هكذا؟ أبي انظر. أريني. سلحفاة؟ من أين أتيت بها؟ سلحفاة؟ لما استغربت هكذا؟ لا يا أبي، إن هذا الحيوان ليس سلحفاة. ليس سلحفاة؟ اسمع يا ولد، أنا الدكتور نبيل، أشهر عالم حيوانات بحرية في هذه المنطقة، وتريد أن تعلمني إن كان هذا سلحفاة أم لا؟ افحصه أولا ثم قرر بنفسك. رامي، أنا أعرف الحيوان من نظرة واحدة. لحظة، إن كان سلحفاة كما تقول فأين هي قوقعته إذن؟ تفحصه جيدا يا أبي ثم قل لي رأيك. لكنه يشبه السلحفاة كثيرا. ومع ذلك فهو ليس سلحفاة، إنه حيوان غريب حقا، لم أرى مثله في حياتي. دعنا نرى ماذا يمكن أن يكون. لم تقل لي أين وجدته؟ وجدته في الجزيرة. لنرى إن كان حيوانا مائيا. أعطني ماء. أرأيت؟ لم يتضايق من سكب الماء عليه، وهذا يعني أنه حيوان برمائي ويحب الماء. انظر، كأنه يطلب مني أن أسكب عليه المزيد من الماء. إنه ديناصور، لقد عرفته. لكن الديناصورات انقرضت يا أبي. لقد قرأت عن الديناصورات ما يكفي ليثبت لي أنه أحد أنواعها. اسمع، هذا حيوان نادر وعلينا الحفاظ عليه جيدا. سأجهز له حوض الماء الذي في المستودع. كما تريد. أحضره بعد قليل. حسنا، وهل أحضر الماء معي؟ نعم، هيا بسرعة. ديناصور؟ هذا هو الماء الذي تحبه؟ هذه هي بيئته الطبيعية. إنه حيوان لطيف جدا. ما رأيك أن نبني له حوضا أوسع يا أبي؟ لا، علينا إعادته إلى البحر، فربما تبحث عنه أمه. إن بقاءه هنا يا بني قد يشكل خطورة على حياته. وما أدرانا أن أمه ما زالت. لنؤجل هذا الحديث الآن. أبي انظر. إنه يوجد سباحة. صحيح، هل عرفت ما هو هذا الشيء يا أبي؟ دعني أرى، يبدو أنها عشبة بحرية. أظن أنها كانت عالقة بصديقك الصغير. حقا؟ وما معنى هذا يا أبي؟ معناه أنه ولد في عمق البحر، وهذا يؤكد كلامي بأن صديقك هو نوع من أنواع الديناصورات المائية. هل أنت متأكد؟ أبوك الدكتور نبيل لا تفوته مثل هذه الأشياء الصغيرة. أنت بارع جدا. على المرء أن يتقن عمله، وإلا فلن يتبقى لعمله أي معنى. صحيح، وأنا أود أن أصبح عالما مثلك. ما رأيك؟ إذا كانت هذه رغبتك فلا مانع لدي، ولكن عليك أن تعلم أن عمل العالم يتطلب جهدا ومثابرة. لم تقل لي ماذا ستسمي صديقك الجديد؟ سأسميه كو. لقد حان وقت الطعام الآن. رامي، ماذا تنوي أن تطعمه؟ لا أعرف. ما
رأيك أن نطعمه سمكا؟ ما الذي تقوله؟ لا يمكن أن نطعمه أسماكا يا بني. حقا؟ ولما؟ لأنه ما زال صغيرا جدا. لنحاول. لا يا بني، اسمع، الكائنات الحية ليست حقل تجارب، فذلك يضر بهم ويؤثر على حياتهم. إذا ماذا سنطعمه يا أبي؟ هل نطعمه حليبا؟ فكرة معقولة، فالحليب غذاء خفيف ولن يزعج صديقك الصغير هذا. هيا يا ولدي، أحضر الحليب. الحليب؟ ليس لدينا حليب، سأطلبه من العم زهير. أهلا يا رامي، كيف حالك؟ حسنا كما تريد. لا أنت لا تتعبني، فالتحليق فوق جزيرتكم من أجمل الأمور لدي، حيث كل شيء واضح. نعم، وأريد مسامير أيضا. ماذا قلت؟ مسامير؟ ستبنون منزلا جديدا؟ هل من شيء آخر؟ انتظر لحظة يا عم زهير، سأرى ماذا نريد أيضا. لقد تذكرت، نريد خبزا وبعض الجبن وبعض الخضار، ونريد أيضا بعض المنظفات والتوابل المتنوعة. ألم أحضر لكم المنظفات الشهر الماضي؟ هل نفدت؟ نعم يا عمي، نفدت البارحة. هل من شيء آخر يا رامي؟ لحظة من فضلك. بوبي، اترك حذائي، ونريد حليب أطفال. حليب أطفال؟ من سيشرب حليب الأطفال يا رامي؟ حسنا، سآتي في أقرب فرصة ممكنة. وداعا. مرحبا، كيف حالك يا زهير؟ أنا بخير يا سمير. لقد استمتعنا في جولتنا الجوية السابقة فوق جزيرة بورا، نريد أن نذهب في جولة أخرى، ما رأيك؟ سندفع لك ما تطلب. ها؟ هل أكل؟ لا، يبدو أنه لم يستسغ الطعام. حاول أن تطعمه. أرأيت؟ ماذا سنطعمه إذن يا أبي؟ مشكلة، طالما أنه ليس لدينا حليب فماذا يمكننا أن نطعمه عوضا عن الحليب؟ ماذا يراني؟ أتعلم يا أبي؟ إذا كنا سنربي كو فيجب أن نعلم كل شيء عن الديناصورات. صحيح، ما رأيك في استعادة ما قرأناه؟ حسنا، إذن 1 2 كتاب الديناصورات. كانت الديناصورات حيوانات مسالمة، وليس كما يتخيلها الكثير من الناس، لكنها انقرضت كما انقرض الكثير من الأنواع. ولم لم تنقرض أسرتكم؟ هل تريد رأيي الشخصي؟ أظن أن السبب هو ابتعاد الجزيرة هذه عن الحضارة، وربما لأن أحدا لم يقم بقتلها. ماذا تفعل؟ سترى. هيا كل. ما هذا؟ جب؟ لا أصدق أن هذا الأمر قد خطر لك، أنت ذكي. أوليس الجبن أحد مشتقات الحليب يا والدي؟ أذكر عندما كنت صغيرا وكانت أمي لا تجد حليبا لتطعمني إياه، كانت تطعمني جبنا. وهكذا بدأت أدون كل شيء عنكم، ماذا يأكل وما هي أوقات نومه. أصبحت أشعر أني مسؤول عنه. إنها طائرة العم زهير، رائع. شكرا لك. ستسقط في البحر. امسكها يا بوبي. رائع، أحسنت يا بوبي. اقترب أكثر من البحر يا زهير. يبدو أنك تحب البحر يا سيد سمير. هذا صحيح، أحب البحر وما فيه، إنه رائع. يا سيد سمير، قل لي ما عملك؟ ومن هؤلاء؟ أهم أصدقاؤك؟ ثم لماذا يتفحصون الجزيرة بهذا الشكل الغريب؟ اسمع يا كابتن زهير، أنا لا أحب الأشخاص الفضوليين. سأخبرك سرا يا زهير، عندما أصادف أحد الفضوليين أرغب في رميه. ما؟
ألم ندفع لك أجرك كاملا يا قائد الطائرة؟ نعم. إذا اسكت واتبع الطيران. كان العم زهير رجلا طيبا، ولو عرف ما جاء من أجله أولئك الأشرار لما اصطحبهم في جولة فوق الجزيرة. وفي حين كنت أنا منشغلا في أمور تربية الصغير كو، حيث كنت أدون كل ما يتعلق به تماما كما تفعل الأم لرضيعها، كان أولئك الرجال الأشرار يخططون لفعل شيء ما، لكن آخر ما كنت أتوقعه هو أن يكون كو هو محور جميع الأحداث التي ستجري معي فيما بعد. يا سيدي، آمل أن تكون الجولة أعجبتكم. إنها ممتازة. هيا عد بنا إلى العاصمة حالا. كما تريد. يوما بعد يوم كنت أزداد تعلقا بديناصور الصغير، لكن تربية ديناصور رضيع مثل كو لم يكن بالأمر السهل. أبي، هيا تعال بسرعة. تماسك يا كو، تماسك. ما الأمر؟ بعد أن تناول وجبة الحليب وضعته في الماء فتقيأ. أبي، هل كو أصابه مكروه؟ دعني أرى. لونه طبيعي جدا. ترى ما به؟ أنبوب الحليب مثقوب. هذا هو السبب؟ ابتلع هواء مع الحليب، لهذا تقيأ. حقا؟ وما العمل؟ لا تخاف يا بني، علاجه بسيط جدا. عندما كنت رضيعا كنت تعاني من هذه المشكلة. وهل يوجد حل؟ لنرى أين هو مجرى الطعام. عرفت، إنه هنا. قم بضربه برفق على هذه المنطقة. حسنا. رائع، لديك خبرة واسعة في تربية الرضيع يا أبي. هل نسيت أني توليت تربيتك بعد وفاة أمك رحمها الله؟ وهكذا اكتسبت الخبرة التي تتكلم عنها. رحمها الله. هيا يا كو، حاول أن تسبح أكثر كي تصبح بارعا. سأرى ما هذا. بدأ أبي يدرس كو دراسة دقيقة، وكان يقول إن هذه فرصة نادرة لا تتاح لأي عالم. رائحة كريهة. إنه حيوان بحري ضخم. ما هو؟ كما أخبرتك يا سيد سمير، جزيرة بورا جزيرة غنية بالأحياء البحرية النادرة. إنها باهظة الثمن. نعم. مرحبا يا عم، كيف حالك اليوم؟ يبدو لي أنك في أحسن حال. في هذه الجزيرة لا يوجد سوى المتاعب. حقا؟ よく冷えてるぞ。待っていたんだっつお。あんたが来てくれる日はビールが飲める日だ。رائحة كريهة، من أين تأتي؟ هل تشمها؟ إنها من هناك، حيث تطلع جثة متفسخة بحيوان غريب وضخم. كان كو يكبر أمام عيني كل يوم، وكانت عنايتي به تثمر، وكان هذا مصدر سعادة لي لا توصف، تماما كسعادة الأبوين بولدهما عندما يكبر. أحسن.
سألتني يا كو. أبي لقد كبر كو أليس كذلك؟ نعم، وليس هذا فحسب، إنه يكبر بسرعة أيضا. إنها مشكلة ينبغي أن ننتبه جيدا لهذا الأمر. العب مع بوبي. ما رأيك أن نبني له حوضا واسعا داخل البحر؟ تلك البقعة ملائمة، ويمكننا أن نجعل الحوض كبيرا بحيث يتسع كل دارة ودارة. هذا ليس سهلا، لكنه أيضا ليس مستحيلا. كيف؟ سنحضر كل ما نحتاجه من أدوات من المدينة، وسيساعدنا العم فوجي. فوجي؟ بهدوء يا بوبي. حسنا، سنرى. من الواضح أن حجم هذا الحيوان سوف يزداد كثيرا، لذا يلزم أن نبني له حوضا كبيرا يتسع له. حقا يا عماه؟ سنبني لك حوضا. ما رأيك بشراب جوز الهند؟ يكفي. لنؤجل ذلك. حسنا، اطبخ لي إذا بامية. نعم، البامية أحببتها كثيرا. أبي لقد نام العم فوجي. نعم، إنه غير معتاد على هذا النوع من الطعام. لما أطعمته إياه؟ كي لا يسقيني جوز الهند، فعندها أكون أنا الضحية. عم فوجي، ما الأمر يا فوجي؟ هل يؤلمك شيء ما؟ معدتي تؤلمني منذ أن تناولت الطعام. أتريد أن أوصلك؟ لما سمحت لي بأكل الفلفل الحار؟ نعم، ولكن صحيح أن معدتي تؤلمني كثيرا يا دكتور نبيل، لكن طعامك كان لذيذا. حقا؟ بالتأكيد يا رامي، والدك طباخ ماهر ليس له نظير على هذه الجزيرة. هذه هي صور ذلك الحيوان النادر الذي وجدوه ميتا على شاطئ جزيرة بورا، ويقال إنه قد مات إثر الولادة مباشرة، وهذا يعني أن له ابنا لا زال على قيد الحياة. أيهمك الحصول عليه؟ نعم، لأنه أحد أنواع الديناصورات المنقرضة. حقا؟ هذا يعني أنه باهظ الثمن. إنه أغلى مما تتخيل. إذا علينا أن نجد ولده الضائع، ولن أوفر جهدا للحصول عليه. سأجلبه مهما كان الثمن. سأخبر السيد كمال. حسنا. 水槽を注文したいんだが。سمعت أنك تخفي حيوانا نادرا في مكان ما. أنا هنا لأعقد معك صفقة جيدة. أريد أن أعرف أين ابن ذلك الحيوان. ماذا؟ اسمعني جيدا، لا فائدة من إنكارك. عما تتحدث؟ سنرى الآن إن كنت تعرف أم لا. هل أوصلك إلى الجزيرة بطائرتي؟ لا شكرا، أتيت بالقارب وسأعود بالقارب. ولكن لم تخبرني، ألم تستبدل طائرتك هذه؟ استبدلتها بطائرة جديدة. أثر تلك الطائرة يا دكتور؟ طائرة جديدة؟ أعطتني إياها شركة الاستثمارات البحرية لأساعدهم في أعمالهم في هذه الجزيرة. كفاك مزاحا، يعطونك طائرة جديدة؟ إنه أمر مريب. حقا؟ انتظر، لماذا تحب دائما أن تهول الأمور؟ أنت سيء الظن. لماذا لا تكون بسيطا مثلي؟ اسمع يا زهير، لا يمكن لشخص غير مقرب منك أن يعطيك شيئا باهظ الثمن كهذه الطائرة دون مقابل. أعدها لهم حالا. إلى اللقاء. لن أعيدها. كم حلمت بامتلاك هذه الطائرة، والآن تريد مني أن أتخلى عنها بسهولة؟
وبينما كان والدي في المدينة قام العم فوجي بتجهيز عيدان القصب، وهكذا بدأت أنا ووالدي ببناء الحوض، ولا أنكر أن ذلك استغرق منا الكثير من الوقت والجهد. وفي هذه الأثناء أوكلت أمر كو لبوبي الذي لم يقصر أيضا في العناية به. وبعد 3 أيام من العمل المتواصل أنا وأبي تمكنا من إنجاز بناء الحوض، وعندها ذقت حلاوة إنجاز أمر كنت أظنه مستحيلا. هيا رامي، كيف هو الحال؟ يريد الخروج من البحر يا أبي. إنه ميتنه يا ولدي، فكيف تريده أن يخرج منه؟ انظر إليه، إنه سعيد مع رفاقه. أيها العمزوكة، أين أنت؟ ليس من عادته أن يغادر. ها؟ ما؟ ماذا تقول أيها الشرطي؟ هل تتهمني بقتل ذلك العجوز؟ ولماذا أقتله؟ لم أذهب إلى الجزيرة منذ 15 يوما. لكننا وجدنا عقب سجارتك هنا. ما هذا الكلام؟ قلت لك لم أذهب إلى هناك. وماذا عن السجائر؟ السجائر؟ ألا يدخن هذا النوع سواي؟ لكنك الوحيد الذي يزور الجزيرة. ريثما تحضر الدليل على أني الفاعل، آمل ألا تضايقني. كما تريد يا سيد، ولكن ثق بأني سأجد الدليل الذي يدينك سريعا. جيد، حان وقت العمل. سوف أتصل بالزعيم. والآن يجب أن أجري تحرياتي لأعرف أين هو الديناصور. سوف أطلب من الزعيم كافة المستلزمات التي نحتاج إليها للقيام بهذه العملية، وذلك كي نمسك بذلك الديناصور دون أن نترك أي دليل. أريد استخدام فتاة في هذه المهمة لأنها ستؤديها بشكل أفضل، وأريد قوة من أمهر الرجال المتدربين على الأعمال القتالية، وأريد نصف أرباح هذه العملية. سيصلك كل ما تريده في أسرع وقت ممكن، وعندها عليك أن تبدأ التنفيذ حالا. أريد ذلك الديناصور. مرحبا يا سيد، هل وصلت الطائرة القادمة من مدينة جويانا؟ إنها تنتظرك. تأخرت عليها، مشكلة. الحمد لله ليست غاضبة، تبدو فتاة لطيفة. حتى ذلك اليوم كنا نعيش أنا ووالدي في هذه الجزيرة الرائعة دون أن يعكر صفونا زوار أو سياح، وكان كو صديقا جديدا بدأ يأخذ دوره في حياتنا.
هذه المرة؟ نعم، لا تقلق، لا بد أن شيئا مهما يشغله. صحيح، فهو لا يتأخر عادة. كو، هيا حاول تعليم بوبي السباحة. أتى. أبي، أهذه طائرة العم زهير الجديدة؟ هكذا إذا من يستطيع التخلي عنها. ألديك أصدقاء هنا؟ أجل. هل تسمح لي بتصويرك؟ نفذت ما في رأسك إذن. لما أنت متشائم هكذا يا صديقي نبيل؟ عزلتك أثرت عليك كثيرا، صدقني. ومن هذه إذن؟ اسمي جانيت وأعمل في دراسة الأحياء البحرية، وهذه بطاقتي. الآنسة جانيت جونز عالمة أحياء برية وأستاذة في جامعة أوكسفورد المشهورة. حسنا، ولماذا أتيت إلى جزيرتنا تحديدا يا آنسة جانيت؟ لسبب بسيط، جزيرتكم فيها حيوانات نادرة، وأنا هنا لأجري بحثا عن الحيوانات النادرة. ولماذا تحضرين هذا القفص الضخم معك؟ أمن أجل أبحاثك أيضا؟ اسمعي، أنت ضيفة غير مرحب بها هنا، فهذا القفص لاصطياد الحيوانات لا لدراستها. هكذا إذن. وكيف تريدني أن أدرس الحيوانات دون أن أمسكها أيها السيد المحترم؟ ماذا تفعل أنت؟ ألا ترى؟ أنا أخرج القفص من الطائرة. أبي، كلام الآنسة جانيت صحيح. ربما معك حق. لا أعلم لما لا أرتاح لأمر هذه الفتاة، قدومها المفاجئ يخيفني. لتبدو بطاقة مزيفة. حسنا، دعنا نساعد عمك زهير الآن. حاضر. لا أعلم يا دكتور نبيل، لماذا عملت تلك الفتاة بهذا الشكل السيء؟ إنها ضيفة وكان عليك أن تعاملها بلطف أكثر. ماذا تعرف عنها؟ لا أعرف شيئا، قالوا لي أحضرها من المطار فأحضرتها. ومن أين أتى؟ ما بكما؟ أرجوكما ساعداني. ماذا جرى لكما؟ لماذا تقفان هكذا؟ زهير، أريدك أن تخبرني كل شيء عن تلك الفتاة. أنت تعرف، لقد وصل الكثير من الضيوف إلى هذه الجزيرة، بعضهم كان سيئا، لذا ينبغي أن نحتاط للأمر جيدا. قلت لك إني لا أعرف شيئا عنها باستثناء أنها عالمة وجاءت لتجري أبحاثا هنا. زهير، أنت طيب القلب كثيرا. انتظر لحظة، إلى أين تذهب؟ ألم تساعدني في إخراج القفص؟ فأنا لا أستطيع إخراجه وحدي وإيصاله إلى الغابة، إنها بعيدة جدا. حسنا، أنا سأساعدك يا عم زهير. تعال يا زهير. أليس هذا بوبي؟ أصبح يسبح جيدا. لا بد أنك من علمه السباحة، أليس كذلك يا صديقي؟ لا تخاف،
إنه صديقي كو. ما هذا؟ ديناصور؟ هل عرفت الآن لماذا أنا خائف؟ ما بك؟ بالحقيقة أنا مندهش جدا يا رامي، فلم أتوقع أن أرى ديناصورا في حياتي كلها. حتى لا يكتشف أمره أعد هذه الفتاة. لا يمكن، وقعت عقدا معهم ولا أستطيع الإخلال به، وإلا قاضوني في المحكمة. كل ما عليكما فعله هو أن تحاولا إخفاءه عن الأنظار حتى لا يراه أحد. كل هذا بسببي. لا تخافا، لن أدع أحدا يمسه بسوء. رائع. إنك مدهش حقا. أنا قادم إليك كي يسبح معك. انتظرني، أنا قادم حالا. هيا. علينا أن نحاول إخفاء كو عن الأنظار قدر الإمكان يا أبي. نعم. سأذهب لأرى ما الأمر. بوبي، إنها الآنسة جانيت. なんだどうしたんだああ、カバの飲みすぎだこりゃ。完全に酔っ払ってる。父さんと同じだ。こんな？嘘だろ。ほんと、こんな、どうする？うん、とにかく家へ運んで様子を見よう。ひどかったら胃の洗浄だ。荷物はどうしたんだろうな。カメラも下げてないよ。なあ、陽介、お前州長の家まで行ってみてくんないか。途中で落っことしてきてるかもしれんからな。オッケー。大丈夫、心配するな。すぐにうちに連れてってやるからな。苦しい。هل تحسنت صحتها؟ نامت. حقا؟ نعم، ألا تسمع شخيرها؟ أصغي. تنام بعمق. أين أضع الأغراض؟ ضعها في غرفتها يا رامي. وآلة التصوير؟ نعم، رغم أن الصور قد تبين لنا شيئا. لا يا والدي، ستضعنا في موقف محرج إذا ظهرت الصور ولم تكتشف فيها شيئا مثيرا للشك.
بوبي تعال. おはよう、陽介くん。おはよう。大丈夫？なんとか。お世話になったみたいね。胃の具合がまだ変だったら、そこの棚にアルカセルツァーがあるよ。大丈夫。夕べも飲んだけど、この島の水、美味しいわね。どの水飲んだの？あの水だけど。あれ、雨水だよ。棒ぐらい泳いでなかった？アルカセルツァーどこだっけ？この島は真水が湧くんだよ。向かいの来来島は水がないから無人島なんだ。無人島？ここに住むことに決めたのも飲める水があるからさ。ずっと住むつもりなのね。ああ。寂しくない？いや、美術部の学校には友達もいるし、クストーもいるし、海にはブルーとホワイトチップもいるし、それからじゃ、僕ちょっとシャワー浴びてくる。シャワー？そっか。寝ぼけたいか。起こしちゃったかしら、この音で。いや、その匂いでだ。豆をひく時の香りなんて。شكرا لكما على الاهتمام بي ليلة أمس. لولاكما لربما مت في الغابة دون أن يعرف أحد. لابد أنك شربت عصير جوز الهند. هذا صحيح يا سيد نبيل. كيف عرفت ذلك؟ لأنه له التأثير نفسه علي. تفضلي. شكرا. هل وجدت البارحة ما تبحثين عنه؟ أعلم لما أنت هنا. حقا؟ إذا أخبرني لماذا أنا هنا؟ أنت تبحثين عن الديناصور أليس كذلك؟ ما الذي تقوله؟ أرجوك يا آنسة عودي أدراجك، فأنا لا أرغب في حدوث مشاكل هنا. ومن قال لك أيها السيد إني هنا لأحدث لك المشاكل؟ صدقني أنا هنا لأجري أبحاثا. فتشت أغراضك لكن لم أجد فيها أدوات علماء. صحيح، فأنا لست عالمة أحياء برية يا سيدي، ولكن صدقني لم آتي لإيذائك، لقد أتيت لمساعدتك أنت ورامي. أرجوك صدقني. أصدقك؟ والأسلحة التي تحملينها ماذا؟ رأيتها؟ أبي هناك 3 قوارب قادمة نحونا. وما المشكلة؟ الكثير من القوارب تزورنا. صحيح، لكني رأيتهم يحملون آلات تصوير ويصورون الشاطئ. ماذا يصورون الشاطئ؟ انظر إنهم يبتعدون. إذا علينا أن نحذر. ما الأمر؟ ستعرف فيما بعد. هل معهم زورق؟ نعم يا سيدتي، إننا في وضع خطر. لا أفهم قصدك يا آنسة جامد، أنت تعرفين شيئا وتخفينه عني. それ借ります。それから2人とも海の方から丸見えよ。家の中へ隠れて。なんだよ。まるで戦争でも始まるみたいな。始まったのよ、もう。のんびりしてないで早く。いや。
أمرها غريب يا رامي. سأعود حالا. يبدو أن الآنسة جانيت تعرف لماذا أتت هذه القوارب إلى هنا. هذا صحيح. ربما أتت من أجل اختطاف كو، لذا علينا أن نحذر. قد يكون كو في خطر فنحن لا نعرف ما يجري بالضبط. كلامك صحيح، علينا الحذر. إنهم هم مشكلة. أخبرينا ماذا يريد أولئك الرجال؟ قولي لنا ما الأمر يا خالة جانيت؟ إنه مقطوع. يا آنسة، من أنت وما الذي جاء بك إلى هنا؟ ستعرف كل شيء فيما بعد. عليك أن تثق بي وأن يقضي علينا جميعا. لكن لماذا لا تخبرينني بما يجري هنا؟ حتى لو أخبرتك فلن تستطيع أن تفعل شيئا. إنهم رجال أشرار ولن تقدر على مواجهتهم. وأنت هل تستطيعين ذلك؟ وبكل تأكيد أنا أستطيع. لكن يا آنسة جانيت، لماذا تعرضين حياتك للخطر من أجلنا؟ كن مطمئنا يا سيد نبيل، لن يؤذونا. أبي، لم أعد أرى الزورق المطاطي لقد رحل. إذن فقد كنت تبالغين في مخاوفك من تلك القوارب. هل أنت متأكد يا رامي من أن القوارب رحلت؟ نعم يا آنسة. جيد. هل ارتحت الآن؟ لا، وأظن أن لدي وقتا كافيا لتدبير الأمور. لم أعد أراهم جيدا، كأنهم يرسلون إشارات لأحد. هذا ما أخشاه. سيعودون قريبا إذن. لم أعد أطيق صبرا، أريد أن أعرف ما يجري. نعم، يحق لك أن تعرف كل شيء يا سيد نبيل. الأمر يتعلق بك وبابنك رامي بشكل كلي. ماذا؟ أرجوك تكلمي بوضوح أكثر. هيا. إن هؤلاء الرجال هم أعضاء في عصابة خطيرة وقد يقتلانكما. ولماذا يريدون قتلنا؟ ماذا فعلنا لهم؟ أنا لم أؤذي أحدا في حياتي، أعيش هنا مع ابني رامي بهدوء وسلام. ربما يريدون شيئا تمتلكه. إطلاقا، لم يسبق لي أن تعديت على أملاك أحد. لا فائدة. يبدو أنه علي أن أتكلم بوضوح. نعم، هيا أرجوك. حسنا، ولكن قبل ذلك أتريان هذا الجهاز؟ ما هذا؟ هذا السلاح سيحمينا من أولئك الرجال الأشرار. عليك أن تحسن استخدامه يا رامي، فقد تحتاج إليه أنت أيضا. لا أحد يعرف ما سيحدث. أنت تخيفينني. نعم، فالأمر أخطر مما تتصور. أريني إياه. ما هذا الجهاز؟ هذا الجهاز يدعى بالصاعق الكهربائي السريع. نعم، عجبا، كان من المفترض أن أستخدمه ضدكما. إنه مخيف حقا. جانيت، والآن أخبريني ماذا يريد أولئك الرجال منا. لم أعد أحتمل. تكلمي. حسنا، لقد عرفوا بأنكما قد وجدتما ديناصورا رضيعا وقد جاءوا لأخذه منكما. هذا هو الأمر إذن. عصابة تتاجر بالكائنات البحرية النادرة. هذا صحيح. يعني أن نكون في خطر؟ تعالوا وانظرا، لقد عادت القوارب. ألم أقل لكما بأنهما سيعودون؟ هذه مشكلة. لا تخف يا رامي، سنتدبر أمرهم. أنا معتادة على كل هذا، أستطيع القضاء عليهم لأني متدربة على أساليبهم جيدا. آنسة جانيت، ما أخشاه أن يعرفوا بمكان الديناصور، عندها سيأخذونه. لا، إنهم لا يعرفون مكانه، والآن علينا أن نستعد لمواجهتهم بما لدينا من أسلحة. نعم. بني رامي، عليك أن تساعدنا. أنا مستعد. بأي شيء تفكر؟ سأذهب لحماية كو. سأصل هذا الجهاز بسلك معدني، وإذا اقتربوا من كو سأصعقهم به. بوبي، تعال معي، فقد أحتاج إلى مساعدتك. تذكرت. لا تنسيا أن تعدا طعام العشاء ريثما أعود. هذا وقت الطعام. ماذا أطبخ؟ أي شيء تريده. دائما يصر أبي على إظهار الأمور وكأنه لا شيء يحدث. أسلوب
أهنئك، لديك والد شجاع جدا. ما هي أكلتك المفضلة يا رامي؟ لماذا؟ أريدك أن تطبخها ريثما أعود. رامي اطمئن، لن أتأخر. ولكن إلى أين تذهبين؟ سأتنزه قليلا في الغابة. وداعا يا رامي. إنهم يقتربون. أظنهم سيكونون هنا خلال 10 دقائق على الأكثر. لنسرع إذن. اطمئن، ستجري الأمور على خير ما يرام. الزورق المطاطي، إنه يقترب منا. خذ هذه. حسنا. أبي كن حذرا أرجوك. آنسة، ما هذا الذي تضعينه على شعرك؟ مثبت للشعر وسلاح أيضا. أهلا وسهلا بضيوف جزيرتنا. لديكم جزيرة رائعة حقا. ما الأمر؟ تعطل المحرك، لا نعرف ما الذي جرى له بشكل مفاجئ. تفضلوا واستريحوا في منزلي. لا شكرا لك يا سيد، في الحقيقة نحن في عجلة من أمرنا. ذلك هو منزلي. أود أن أسألك عن شيء وآمل أن تكون صريحا معي. قيل إن حيوانا بحريا غريبا هنا في منزلك. لا أعرف عما تتكلم. قل لي، ما بك؟ أين هو الديناصور؟ ماذا؟ أشب. نعلم أنك تخبئه. أين؟ سأفتش هناك. أمسك. أظن أنه لا فائدة من إنكارك، عليك أن تعترف بمكانه وإلا فستندم. انظر، هناك حوض. استكشف. حسنا. هيا ابتعد عني. ما هذا؟ إنه صاعق كهربائي، صعقة واحدة منه تكفي لقتلك. إن اقتربت مني فسأفجره. توقف عندك، قلت توقف. أرجوك دعني أساعد صديقي، سوف يغرق. حسنا، سأدعك تنقذه، ولكن أولا ارمي سلاحك في الماء بسرعة. والدك طيب، عليه ألا يأمنهم، فهؤلاء غدارون. انتظر لحظة يا سيد، اخلع معطفك أولا. هيا هيا بسرعة قبل أن يغرق صديقك. مشكلة، لابد أنه يحمل سلاحا في جيب بنطاله. وجدت مسدسا في جيبك. لقد نسيته. هيا يا دكتور، عليك أن تكون حذرا منهم. تعال يا آنسة. هل مات؟ لا زال يتنفس، لكن دقات قلبه بطيئة جدا. ماذا أفعل له؟ أجري له تنفسا. هيا. لابد أنهم أفراد آخرون من العصابة يا رامي. اضغط بقوة أكبر. أنا أفعل. لم يسبق لي أن أجريت تنفسا صناعيا. الأمر لا يحتاج إلى خبرة، إنها مسألة بسيطة جدا. سأريك.
وماذا عنك؟ هكذا إذا تظن نفسك ذكيا. أين الديناصور؟ أوبي، هيا قل لي أين الديناصور وإلا قتلتك. أسرع، أنا لا أحب من يؤخرني عن تنفيذ مهماتي. أين خبأته؟ يبدو أنك ستدفعني إلى قتلك يا سيد. لا تفعل، أرجوك لا. إن لم نقتلكم فماذا سنفعل بكم إذا؟ أنتم مصدر ضرر للبشرية، لذا يجب أن تموتوا. غريب، لا أحد يرد. ترى إلى أين ذهبا؟ هيا أجب بسرعة. ما كان ينبغي أن نتركهم يرحلون بسلام يا دكتور نبيل؟ لا، إن قتلناهم فسوف نصبح مجرمين مثلهم، وأنا لا أريد ذلك. ولكن يا دكتور، علينا أن نقاوم الشر بالشر، وإلا تغلبوا علينا. أنت مخطئة. لو كانت الأمور كما تقولين لعمت الفوضى في كل العالم. اسمعني جيدا، هذه المرة قد عفونا عنكم، ولكن في المرة القادمة سيكون مصيركم أسوأ مما تتوقعون، لذا لا تدعوني أرى وجوهكم هنا ثانية. كما تشاء، سوف لن ترانا مرة ثانية أبدا. لا تصدق وعودهم، سيعودون، ولكن هذه المرة بقوة أكبر. كل شيء جائز. جانيت، لا تخافي، لن يعودوا بهذه السرعة. وما أدراك بذلك؟ يحتاجون إلى وقت أطول ليقطعوا البحر. إذا عادوا ثانية فأظنهم سيأتون بالطائرات. هذا صحيح يا رامي، أنت ولد ذكي وتفكر بطريقة عملية. وما الذي يؤكد لك أنهم سيأتون بالطائرات؟ لا تنسى أني واحدة منهم، وأعرف الطريقة التي يفكرون بها. إنها خبرة 15 عاما. كم عمرك؟ 23 عاما. أنا واحدة من هذه العصابة منذ كنت في الثامنة من عمري. أتعلم، زعيم العصابة هو بمثابة والد لي، رباني مذ كنت صغيرة، لن أهدأ حتى أقضي عليه. أمرك غريب يا جانيت، لماذا تريدين القضاء على ذلك الرجل وقد رباك منذ كنت صغيرة؟ أخبرونا، قصتك تبدو مشوقة. قتل أسرتي كلها، أمي وأبي وأخي، كان ذلك منذ 15 عاما. ولماذا فعل هذا؟ خلاف مع والدي، صبرت عليه كثيرا، والآن حان وقت الانتقام. ولكن أنت منهم. هكذا يظنون، فأنا لم أكن منهم يوما، فقد خططت لهذا اليوم طويلا. علينا أن نجهز لهم استقبالا حارا، يبدو أني مضطر لاستخدامه. من حقك أن تدافع عن نفسك وعن ابنك. أصبت، نعم، هذا ما سأفعله. لا فائدة، أتيت إلى هذه الجزيرة كي أرتاح، لكن على ما يبدو أن المتاعب تلاحقني حيثما أذهب. أتقصد بكلامك هذا أنني مصدر متاعب يا سيد نبيل؟ نعم، أولست واحدة منهم؟ ألم تأتي إلى هنا لقتلي وقتل رامي؟ ماذا؟ لو أن زعيم العصابة لم يرضى أن أقوم أنا بهذه المهمة لكنت ما في عداد الأموات. أعلم هذا جيدا يا جانيت، ولكن سأسألك، كم طفلا قتلت خلال سعيك للانتقام لأسرتك؟ وإلا كيف كسبت ثقتهم؟ هذا هراء، أنا لم أقتل أحدا في حياتي، على العكس أنقذت الكثير. وما الذي يثبت لي صحة كلامك؟ آسف، لكني لم أعد أثق بأحد بعدما رأيته في حياتي. أعلم أنك قد عرضت حياتك للخطر من أجلنا، ولكن هذا لا يغفر تاريخك الأسود مع تلك العصابة. أما أنا يا أبي فأثق بالآنسة كثيرا.
ومتأكد من أن الآنسة لم تقم بأي عمل شرير خلال حياتها، وإنها تستحق أن أمنحها ثقتي الكاملة. حقا؟ قل لي، كيف ستمنحها ثقتك؟ هل ستبوح لها بجميع أسرارك أو ستدلها على مكان كنزك المخبأ؟ استعدي كي أمنحك ثقتي. هيا. حقا؟ نعم، اسمعيني جيدا، سوف أريك شيئا خاصا وخاصا جدا. إنه دفتر مذكراتك، أليس كذلك؟ ما هذا؟ إنه الديناصور الذي جئت لأخذه. ما أجمله، إنه يشبه الأطفال الصغار. شكرا جزيلا على ثقتك الكبيرة بي. لا أصدق أني أرى ديناصورا. أتعلم يا رامي، علينا أن نحميه بكل قوتنا. نعم، إنكم صديق رائع، أليس كذلك يا آنسة؟ ما رأيك أن نطعم أنا وأنت؟ حقا، هيا بنا. أصبح كبيرا ويأكل الأسماك، جربي إطعامه. هاتيها. هل رأيت؟ إنه يداعبني. أتعلمين يا آنسة، صحيح أن نكون ديناصور صغير لكنه يحب البشر. أدركت ذلك الآن. إن معظم الحيوانات غير مؤذية لنا، لكن إيذاء البعض لها يدفعها للدفاع عن نفسها. نعم، أمي كانت تعامل الحيوانات برأفة ومحبة، حتى الحيتان لم تكن تؤذيها. انظري، إنه وديع جدا. هذا صحيح. أنت لطيفة جدا وتشبهين أمي كثيرا. وبماذا أشبهها؟ لا أعلم. منذ رأيتك لأول مرة شعرت بانجذاب نحوك وكأنك أمي رحمها الله. أخبرني كيف توفيت أمك؟ ألسنا صديقين؟ سأخبرك مع أني لم أتحدث في هذا الأمر من قبل. إنها قصة محزنة. كنت في 4 من عمري عندما أتيت مع أمي وأبي للعيش هنا. هكذا قال لي والدي. لم أكن وقتها أعي الأمور جيدا. قرر أبي وأمي العيش على هذه الجزيرة بعيدا عن جميع مغريات الحضارة، وذلك كي يتفرغا لدراسة عالم الأحياء البحرية. فكما تعلمين أن والدي مختصان في دراسة الأحياء البحر. كانت لطيفة جدا لدرجة أن جميع أحياء البحر تحبها، وكلما نزلت إلى البحر كانت تلعب معها. ومرة كان أحدهم يحاول قتل حوت، فوقفت أمي في وجهه. توسلت كي لا يقوم بقتل الحوت، لكن ذلك الرجل لم يستجب لها وأطلق النار على الحوت، لكن الرصاصة أصابت أمي. هرب دون أن ينقذها. لقد حرمنا حتى من أن ندفنها في قبر. رامي يا صغير، آنسة، أعرف أن هذا قضاء الله وقدره، ولكني أشعر أنني بحاجة لوجودها معي، وأشعر أني أضعف من أن أواجه هذه الصعوبة. صغيري، مصاعب الحياة يجب أن تزيدنا قوة يا صغيري. آنسة،
لا تحاولي، أفرغته من الطلقات. حقا؟ لا أريد لرامي أن يستخدم السلاح، فهو ما زال صغيرا. صغير؟ لا لا يا أبي، لقد أصبحت كبيرا. نعم أنت كبير، ولكن لا أن تستخدم السلاح، هل فهمت؟ لن يستخدمه، بل سيدافع عن نفسه. أرجوك لا تتدخلي بيني وبين رامي. اسمعني أيها الطبيب، إن المسألة مسألة حياة أو موت. ربما كان أبي محقا، فما زلت صغيرا على استخدامه. رامي اسمعني، أبقي هذا المسدس لديك، سوف يحميك. المسدس سلاح قاتل أيضا. لكن رامي لن يستخدمه إلا عند اللزوم. نعم يا أبي، لن أستخدمه إلا لحماية كو. إذا كان الأمر كذلك فأبقيه معك، ولكن إياك أن تستخدمه إلا للضرورة. والآن دعونا نخلد إلى النوم، فقد تأخر الوقت. جانيت، تأكد إن كان هناك أحد في الخارج. لا أحد، لكني أشعر بأنهم هنا. جانيت، اخلدي للنوم وسأبقى أنا ساهرا. اسمع يا دكتور نبيل، لا أستطيع أن أتركك وحدك، قد يفاجئوننا في أي لحظة، لذا علينا أن نبقى متيقظين، وإلا قضوا علينا. رامي، إلى النوم. كما تريد يا أبي، سأخلد إلى النوم، ولكن سأبقي هذا المسدس معي. لا بأس، إذا ابقيا أنتما هنا، أما أنا فسأخرج وأرى. كن حذرا يا دكتور، ربما يكونون مختبئين. بمن تتصل في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ بالسيد نبيل. نبيل؟ اخفض رأسك. يبدو أنهم يروننا بشكل جيد. نعم، لابد أنهم يرتدون نظارات تمكنهم من الرؤية ليلا. ماذا؟ اخفض رأسك يا رامي، هيا. لماذا أخفض رأسي وأنتما لا؟ لأنك ما زلت صغيرا وعلينا حمايتك. إذا بقيت الحال هكذا يا دكتور فسوف يصطادوننا كالذباب. إنه كوب. دعيني. ادخل. أخشى أن يكون كو قد أصيب بمكروه ما، أريد الاطمئنان عليه يا أبي. سأذهب وأراه. لا تفعل ذلك، سوف يرونك. ما العمل إذن؟ قد يتمكنون من الوصول. نستطيع إبطال مفعول نظاراتهم الليلية، ولكننا نحتاج إلى أضواء خاطفة. إلى أضواء؟ نعم، إن الضوء الخاطف يصيب من يرتدي النظارات الليلية بالعمى المؤقت. كيف عرفتِ؟ قلت لك 100 مرة بأني أعرف جميع أساليبهم. لابد أنهم الآن يستعدون للدخول إلى منزلنا. أضواء خاطفة، أضواء خاطفة. ترى ما هو الجهاز الذي يصدر ضوءا خاطفا؟ علي أن أفكر جيدا كي أعثر عليه. من أين أعثر عليه؟ أبي آلة التصوير، ما رأيك؟ صح. جانيت لا تخافي، سوف نقضي عليهم. سأحضر آلات التصوير.
هناك رامي؟ احذري جانيت، أحدهم قادم نحونا. ضع يديك فوق رأسك، هيا بسرعة نفذ ما أمرتك به، هيا. اسمعوني جيدا، منزلكم محاصر بأكمله، لذا من الأفضل لكم أن تستسلموا ومن دون أي مقاومة. ما رأيك يا دكتور نبيل؟ هل نستمر في مقاومتهم؟ لا فائدة. إذا لم تخرجوا في الحال فسوف ندمر المنزل بمن فيه، وهذا مثال لما يمكن أن نفعله بكم خلال لحظات. فتشوا المنزل واحضروا ذلك الديناصور. كانت معركة رائعة، قاومتم بشراسة. الأغبياء وحدهم يخوضون معارك يعلمون جيدا أنها خاسرة. والآن ماذا تريد؟ لم أعد أريد شيئا، فقد حصلت على ما أتيت من أجله. أما أنت فلم يعطني الزعيم أوامر بقتلك. ولماذا لم يفعل؟ هذا ليس من عادته أبدا. لأنه والدك. والدي قتل منذ 15 عاما، ألا تذكر ذلك؟ هكذا إذن كنت تنتظرين فرصة للانتقام، صحيح؟ رامي، لا اتركه، إنه صغير. لا نميز بين صغير وكبير. إذا حاول الاقتراب من الديناصور مرة ثانية فسوف أقتله. حسنا، لن يقترب. اسمع يا كمال، قل للزعيم بأنه سيأتي يوم أنتقم منه على كل أفعاله. حقا؟ أكثر ما يميزك يا جانيت ثقتك العالية بنفسك، ولكنها لم تفدك هذه المرة. سنأخذكم إلى الزعيم وهو سيتصرف. لا شأن لهما بذلك. بودي تركهما هنا، ولكن هذه أوامر الزعيم أن أحضرهما إليه. لقد طلبنا إليه تسليمنا الديناصور بهدوء لكنه لم يفعل. والآن تفضلوا معي إلى الطائرة. الرشاشة في الثلاجة، بسرعة. من هؤلاء؟ هيا لنهرب، قد تكون الشرطة. اسبقاني إلى الطائرة. استلقيا. ما هذا الصوت؟ لابد أنني كنت أرى حلما مزعجا. سأعود إلى النوم. غريب، ماذا تفعل هذه الطائرة هنا؟ لابد أن الدكتور نبيل ورامي في خطر، هيا! جانيت، هل رأيت رامي؟ لا، لم أره. رامي؟
إنهم يلحقون بنا. اضربهم. تريدون قتلهم إذن؟ لا، لندعكم تمسونهم بأي أذى. اضرب. هيا نفرد. الإخوة المسافرين على متن الخطوط الجوية العربية المتحدة، رحلة رقم 316، رجاء التوجه. هل نحن مراقبون يا أبي؟ نعم. ألم ترى ذلك الرجل الواقف عند بوابة الخروج؟ علينا أن ننتظر حتى يرحل. وأين سنجد الآنسة يا أبي؟ لا تخف، لدي عنوانها. أتعلم يا أبي، اشتقت إلى الآنسة. ستلقاها بعد قليل، ستفرح بك. آنسة جميل. أنت بخير؟ وأصبحت قويا أيضا. مرحبا، كيف حالك يا آنسة جانيت؟ أنا بخير والحمد لله. تفضلا بالدخول، لدي أخبار سارة لكما. عرفت أين يخبئونكم. وأين هو الآن؟ إنه موجود في إحدى السفن، لكنها في عرض البحر الآن. تفضل. أعرفكم على أحد المتعاونين معي، نادر. ما هي آخر الأخبار؟ انتظري، اصبري علي قليلا حتى أرتاح. ألم تكن في المطار منذ قليل؟ أنت شديد الانتباه، كنت أنتظركما هنا. تشرفت بمعرفتك. قل لي، هل كون في خطر؟ وعلى أي سفينة هو الآن؟ أرجوك. إنه على سفينة خاصة استأجر. سفينة؟ هل تعرفون ما اسمها؟ نعم، إنها سفينة تدعى سفينة جولدن آي. قبطانها يعمل لصالح كل من يدفع له، ولا بد أن العصابة قد أغرته بالمال. حقا؟ وما هو الحل؟ لن نستطيع أن نتحرك الآن حتى نحدد موقع السفينة. حتى لو عرفنا موقع السفينة فلن نستطيع الوصول إليها بهذه السهولة. لا سأصل إليها حتى لو سباحة. لن أدع آخر أصدقائي يموتوا أيضا. اهدأ قليلا يا عزيزي رامي، لا تقلق، لن يموت. لا، دعيني وشأني. أنتم الكبار تقولون ما لا تفعلون دائما. تذكري ما قلت في الجزيرة. ولكن يا رامي، إنه حزين جدا. حزين؟
نعم، أنت لا تعرفين ما جرى بعد مقتل الدولفين زارا. لقد مات أخوه دارا حزنا عليه بعد أيام من رحيله. لم يستطع أن يبقى وحيدا بعد أن اعتاد عليه. أرجوك يا رامي، لا أريدك أن تبقى حزينا هكذا، فأنت ابني الوحيد، ولا أريد أن تهرب البسمة من شفاهك. لن تعود البسمة إلى شفاه إلا بعودتك يا أبي. إنه آخر أصدقائي الباقين. لحظة، لقد تذكرت، لدي صديق قد يساعدنا. علينا أن ننتظر قليلا. وماذا سننتظر؟ لماذا لا نذهب إلى صديقك حالا؟ لا يمكن، علي أن أعرف موقع السفينة التي تحمل العصابة أولا. لقد أعطيت هذه المهمة إلى أحد أصدقائي، إنه يعمل مثلي عامل اتصالات على إحدى السفن السياحية. رامي، اطمئن، سوف ننقذ صديقك. شكرا لك، أعلم أنك تبذلين جهدك، لكن الأمر صعب. إنه صديقي الذي حدثتكم عنه يقول إنه استطاع تحديد موقع سفينة جولدن آي بدقة، لكنها بعيدة قليلا. وأين هي؟ قرب جزيرة الأفاعي. أهي بعيدة؟ إنها تبعد قرابة 200 كيلومتر. علينا أن نجد طريقة سريعة للوصول إلى تلك الجزيرة، ولكن كيف؟ صحيح، فالوقت يمر. نعم، ليس هناك وسيلة أسرع من الطائرة، ولكن كيف سنؤمنها؟ لنستأجر واحدة يا أبي. هذا سيكلفني كل ما ادخرته، ولكن لا مشكلة طالما أن الأمر يتعلق بإنقاذ صديقك. إنه أثمن من أي شيء. لدي خبر سار. ما هو؟ لدينا أعوان. أرجوك فك أسري. لا، ليس قبل أن تشفى تماما. اهدأ يا زهير. ما بك يا بوبي؟ انظر يا أبي، انظر. أظن أنها سفينة جولدن آي. من الجيد أننا استطعنا إيجادها بهذه السهولة، فهي لم تبتعد كثيرا. أعرف تماما ما أنتما هنا من أجله، ولكن ما هي خطتكما لإنقاذ الديناصور؟ لم نضع أي خطة حتى الآن، فنحن لا نعرف أي شيء عن تلك السفينة. سأبذل كل جهدي كي أوقف تلك العصابة وما تقوم به من اصطياد الحيوانات البحرية النادرة وبيعها. جميل، ولكن لا تنسى أننا سنواجه مجرمين محترفين للقتل. أعرف هذا، ولكن لا خيار أمامنا، فالمجرمون لن يتوقفوا عند حد. أنا مستعد لمساعدتكم بكل ما أوتيت من قوة. شكرا جزيلا. لا نريد منك سوى أن توصلنا إلى سفينة جولدن آي تلك. رامي، أخشى أنه ذهب إلى سفينة جولدن آي. لا يمكن. لنذهب لتناول الطعام فأنا جائع.
توقف أيها الصبي وإلا أطلق النار عليك. لا تكن متهورا. هيا أعطني هذا الديناصور الصغير. لا تضع وقتي، قلت لك أعطني إياه. هيا اهرب بسرعة! لماذا تقف هكذا؟ قلت لك اهرب! نادر، لقد سمعنا صوت إطلاق رصاص. علينا أن نقترب من السفينة. إنه كون. أين رامي؟ يبدو أن رامي في خطر كبير. إذا أنت هو الصبي الذي تسلل إلى سفينتي وقام بإطلاق سراح الديناصور. إنه صديقي وأنتم من اختطفتموه. اسمع أيها الصبي، لقد أقدمت على عمل خطير جدا، فذلك الديناصور كان أمانة عندي، وها أنا ذا ضيعته بسببك. عليك أن تعيده فورا. لا أستطيع، أرجوك فهمني أيها القبطان. إن صديقي الديناصور حيوان بحري نادر الوجود، لذا علينا جميعا أن نحميه. ألا يكفي ما جرى له من جراء جشع هذه العصابة؟ لم تخبرني يا كمال بأن هناك من يسعى لإطلاق سراح هذا الديناصور الصغير. وما الفرق؟ الفرق كبير جدا. أنا لا أحب الدخول في المشاكل. أيها الصبي، أريد منك أن تخبرني في الحال، ما قصة هذا الديناصور الصغير؟ ولماذا تبعته إلى هنا ومع من وكيف؟ احكي لي قصته. سأحكي يا سيدي. اصمت يا ولد. أيها القبطان، هل ستصغي إلى كلام صبي كاذب؟ لقد أخبرتك الحقيقة كاملة. هذا الصبي ليس كاذبا، وهذا واضح جدا في عيني. أنتم من كذب علي، لذلك أمرك بأن تغادر سفينتي هذه. بعد 6 ساعات ستصل السفينة إلى المرفأ، وهناك ستغادرها أنت ورجالك. هل فهمت ذلك؟ لا أريد مشاكل، أنا في غنى عنها. حسنا، سأغادر سفينتك عند أول مرفأ، ولكن صدقني أنت هو الخاسر الوحيد. قل لزعيمك ألا يفعل معي هذا مرة ثانية. انصرف الآن. قلت انصرف. هذا هو قرارك الأخير؟ ولن أتراجع عنه. أنت تعرفني جيدا يا كمال، لا أحب أن أكون مغفلا. أعد الصبي إلى أهله. هيا أيها الصبي، أخبر البحار كيف وصلت إلى هنا حتى يتمكن من إعادتك إلى أهلك. هذا ما كان ينقصني. سحقا. إذن رامي محتجز على متن هذه السفينة. مشكلة، إن الدخول إلى هذه السفينة أمر خطير جدا. إذا أمسكوا بنا فسوف يقتلوننا في الحال. وماذا نفعل الآن؟ علينا أن نفكر في طريقة سليمة لإنقاذ رامي. إن التهور في مثل هذه المسائل قد يودي بحياتنا وحياته، لذا دعونا نتمهل قليلا. أقترح أن نعود أدراجنا لنستشير قبطان سفينتنا في هذا الأمر. حسنا. تعال. لن نستطيع أن نفعل شيئا. أنتما تعلمان أن الدخول إلى مثل هذه السفينة ليس أمرا سهلا، فإنهم إن رأونا فسيقتلوننا. ولكن علينا إيجاد طريقة ما. صحيح، ولكن اتركاني أفكر في هذا الأمر بعض الوقت. لدي اقتراح. ما رأيكم أن نخبر شرطة البحار باحتجاز سفينة جولدن آي لولد رامي؟ لا أظنهم سيسكتون على هذا الأمر. صحيح. اقتراح معقول جدا، وقد فكرت فيه، ولكن هناك مشكلة تعترضنا، وهي أن شرطة البحار تحتاج إلى دليل قوي يؤكد تورط العصابة في هذا العمل. فأنت تعلمين أن إبلاغ الشرطة بأمر غير مؤكد يعرضنا لكامل المسؤولية.
سأقنع الشرطة بالاستجابة إلى طلبنا. سأبذل جهدي. شكرا جزيلا لك. تذكرت، لدي شيء قد ينفع. إنه شريط مصور للتخطيط لهذه العملية. ولكن كيف حصلت عليه يا جانيت؟ لقد صورته بنفسي. ها؟ سيفيدنا. من فضلك هلا أظهرت؟ كن حذرا. لا تخاف، نادر لديه خبرة طويلة في مجال التصوير. نادر، أظهر الشريط ثم أرسله خلال الفاكس إلى مركز شرطة البحار. أحضرت الشاي. شكرا. في أي شيء تفكر؟ في أولئك الأناس الأشرار. لماذا يفعلون هذا؟ أم من أجل المال؟ أظن ذلك. انظري ما أجمل الطبيعة. إذا لم يمسها الإنسان بسوء فإنها أغلى من كل كنوز العالم، أليس كذلك؟ يا سيد نبيل، كلامك صحيح. لم تعد المشكلة أمامي أني أريد أن أحرر ابن رامي من بين أيديهم فقط. أصبحت المسألة مسألة إنسانية. لن يهدأ لي بال حتى يقضى على تلك العصابة. هذا جيد، صار لدينا الهدف نفسه. ألست نادمة يا جانيت؟ لا، كان لدي مال لكني كنت تعيسة. كنت أتوق لأن أعيش كغيري بحرية وأن أعيش بنقاء، لكن قلبي كان ميت. أجل. لا أظن ذلك. أنت إنسانة حساسة جدا ولديك قلب حي. أصحيح ما تقوله؟ شكرا جزيلا. سيد نبيل، جانيت، تعال إلي حالا. سفينة جولدن آي تتجه نحونا، قد يكون هجوما. ضاعف السرعة أكثر. هيا يا حسان. لقد زادوا من سرعتهم، إنهم يتبعوننا. اتصلوا بهم حالا. سيدي، إنهم لا يردون على اتصالنا إطلاقا. حاول. من سفينة الربيع إلى سفينة جولدن آي، أنتم تتجهون نحونا. لم يجيبوا سيدي. هيا واصل المحاولة. أريد أن أعرف ماذا يريدون منا. لا تكف عن المحاولة يا نادر. هيا. هل حدث معك شيء يا نادر؟ لا، لم يجيبوا إلى الآن يا سيدي القبطان. هل أقوم بالمحاولة من جديد؟ بالتأكيد. أريد أن أعرف إن كان هذا هجوما حتى أبلغ السلطات المعنية. تابع، لا تتوقف. يبدو أنهم التقطوا إشارتنا يا سيدي. سأحاول أن أعرف ماذا يريدون منا. هل التقطت إشارتهم جيدا يا نادر؟ قبطان سفينة جولدن آي يريد التحدث إليك سيدي. أخبار سارة. يقول قبطان سفينة جولدن آي إنه يريد أن يعيد إلينا ابنك رامي. أحقا ما تقول؟ نعم، ولكني أخشى أن يكون في الأمر خدعة ما. لقد قال لي أرسل والد الصبي مع قارب ليأخذه. وأنت ما هو رأيك؟ مهما كان ما يخططون له يا جانيت، فأنا أعتقد بأننا لا نملك خيارا غير هذا. حسنا، سأذهب وحدي لإحضار ابن رامي، لكن أريد قاربا. سأذهب معك. مرحبا يا أبي. أهلا يا بني. أنت هنا؟ لماذا فعلت هذا؟ لقد خفنا عليك كثيرا يا رامي. هل رأيتكم؟
أتظن أن الشرطة البحرية سوف تتأخر؟ لا أعرف، حتى الآن لم يجيبونا. ربما الشريط المصور الذي يدين الإصابة لم يقنعهم، وإلا لأتوا. سنعود إلى شاطئ نيزال. ولماذا شاطئ نيزال؟ هناك قوة بحرية متمركزة. سوف نخبرهم بكل ما جرى معنا لعلهم يستجيبون. إنها فرصتنا الأخيرة للقبض على تلك العصابة، وإلا أفلتت منا. أخبار سارة، اتصلت بنا الشرطة البحرية وقالت إنها أرسلت قوة كبيرة للقبض على سفينة جولدن آي. لقد نجحنا أخيرا. لن يهدأ لي بال حتى يتضح أمر هذه العصابة أمام جميع الهيئات الدولية الرسمية الإنسانية. رامي، ماذا تفعل؟ أبي، أرسلت صور كو وما جرى معه إلى بعض الهيئات الدولية كي تساعدنا في القضاء على هذه العصابات. لا شيء. لقد وصلت. هل ما زال ذلك القارب يتبعنا؟ نعم سيدي القبطان، ما رأيك أن نخيفهم قليلا؟ سيدي، قبطان ذلك القارب يريد التحدث إليك، سوف أصلك به. ماذا تريدون منا؟ لقد سلمناكم الصبي وانتهى الأمر. اسمع أيها القبطان، الشرطة البحرية في طريقها إليك الآن. نريدك أن تسلمهم رجال العصابة. إنك تؤوي الآن رجالا خطيرين. إذا سلمتهم للشرطة البحرية فإنني أعدك بأن أشهد معك بأنك تعاونت معنا. ابتعدوا عن طريقنا وإلا دمرناكم. اسمع أيها القبطان، نحن مستعدون للتعاون معك بشكل كلي. لقد قمتم بخداعي، لذا لن أسامحكم إطلاقا. لدي الكثير من الأدلة ضدكم وسأقدمها للشرطة. لا أظنك تستطيع فعل هذا يا قبطان. ما رأيك أن يخبرك الزعيم بنفسه ماذا يمكن أن يحل بك؟ ماذا؟ من الأفضل أن تدع رجالك يخيفون ذلك القارب، فهو الذي يعرقل لنا المهمة. هكذا فقط يمكن أن تثبت لنا من جديد حسن نواياك أيها القبطان. صوبوا نحوهم. غريب، ترى ما الذي جرى؟ لماذا صوبوا أسلحتهم نحونا بشكل؟ اتصال لك سيدي القبطان. اسمعني جيدا أيها القبطان، سنرحل الآن من هنا. أظن أنه لم يعد هناك من مبرر للحاق بنا. استعدتم الديناصور الصغير واستعدتم الصبي أيضا، وإذا حاولتم اللحاق بنا فلا تلوموا إلا أنفسكم. لن نتعرض لكم فلا تتعرضوا لنا، وإلا لا أفضل لك ردة فعلي. أيها القبطان، الزعيم يريد محادثتك. يبدو أنه غاضب جدا هذه المرة. لحظة سيد القبطان، هناك شيء غريب يجري هنا. ما هو؟ هناك كائنات بحرية ضخمة تعترض طريقنا، لا نستطيع متابعة المسير. ماذا؟ هيا حاولوا الالتفاف حولها بسرعة. هيا. سيدي، وصلت الشرطة البحرية أيضا. ما هذا؟ إنه كو. وعائلة كو أيضا، يبدو أنه ذهب واستدعاهم لحمايتنا. لا أصدق ما أرى. ما كل هذه الديناصورات؟ إنها كثيرة العدد. إذا كو لم يكن دون عائلة كما اعتقدنا.
سيدي الزعيم. وماذا لو أرغموني على قول اسمك؟ أنا آسف، قد لا أستطيع الإنكار. صدقني، من الأفضل لنا أن نسلم أنفسنا لهم. نعم يا سيدي، نعم، سأحاول. اتصال لك من الزعيم. ماذا يريد؟ تحدثت معه للتو. خذ، هناك تطورات كثيرة، أظنه سيأمرك أن تسلم نفسك للشرطة. حسنا، كما تريد يا سيدي. الصغير إلى عائلته، وبقدر ما كنت حزينا على فراقه كنت سعيدا لأجله. أتعلمون يا أصدقائي أن المحبة تضحية، وبقدر ما تعظم المحبة يكبر العطاء. أحبنا الله فمنحنا نعمه في هذه الطبيعة المليئة بالخيرات، فلماذا نكون جاحدين؟ دعونا نحافظ على كل ما هو جميل في حياتنا حتى تزداد حياتنا جمالا.
غريبتي جزيرة